ماك بيم بوت باللون سوفت اوكر واحطه على كل جفني. حتى يوحد لون الجفن ويثبت الوان الاي شادو. من ميت مات باليت هاخد لون ابيض يلي هو اسمه مات مالوي، وبالسيجما E25 هنور بزاوية العين الداخلية وتحت الحاجب. كالعادة طبعا طالما هنحط الوان غامقة لازم نفتح المناطق دي في الاول. من باليت ذا نود دود من ذا بالم هاخد لون بني فاتح هو اسمه فلوليس، وبالسيجما E35 هحطه على عظمة الحاجب، يعني تحت اللون الابيض على طول. بعمله بلند. ده يبقى لون انتقالي يعني سهل لي دمج الالوان بعد كده. من انجلوت هاخد لون 357 هو يجي لون بني اغمق من اللون البني اللي حطيته قبله، واركزوا اكتر على الكويس بالسيجما E35 بحيث يبقى عندي تدرج في الالوان ما بين الابيض للبني الفاتح للبني الاغمق شويه للاسود. بعدين هاخد كحل من ميبلين اللي هو كولوسال كاجال وهحطه على الجفن المتحرك كبيز للون الاسود اللي هحطه بعد كده. بعدين ببنسل براش هعمله بلند. من نيكد تو باليت هاخد اللون الاسود اللي هو بالاسم بلاك اوت وهحطه فوق البيز الاسود اللي عملته بالقلم وهسحبه فوق سنة سنة. خلوا بالكم جدا وانتوا بتحطوا الاسود في المرحله دي، لاني لو حطيتي كتير هتلاقي لما تيجي تعملي بلند الاسود راح في كل حته وبقت عينك كلها اسود. بعدين غيرت الفرشه، استخدمت الفرشه دي اللي هي من سيجما E20 حتى هي صغيره فهتمكنني اني اوصل للزوايا زاويه العين الداخليه، يعني فين بالظبط عايزه اوصل باللون الاسود. بعدين بسحب اللون الاسود سنه سنه وبعمله بلند. خدي وقتك جدا في المرحله دي ان هي اساس اللوك. اسحبي اللون الاسود سنه سنه مطرح ما انت عايزه، وفي كل ستيج اقفي واعملي بلند اقفي واعملي بلند. برضو رجعت للسيجما E20 وبحدد اللون الاسود جوه زاويه العين داخليا عايزاه لحد فين. بعمل بلند اكيد، خدي وقتك. بعدين هرجع للون البني اللي من انجلوت الرقم 357 استخدمته قبل كده، وبال E25 من سيجما بسيحه مع اللون الاسود، يعني باخد اللون البني وبدمج بيه اطراف اللون الاسود. زي ما قلت خدي وقتك في الدمج. بعدين من تو فيس كونتور كيت هاخد لون شمري هو اسمه بوب فلايت، لون شمري كده بيجي بيه الشمري، واحطه تحت الحاجب واحطه برضو على زاويه العين الداخليه بحيث يدويلي عيني اكتر ويظهر اللوك اكتر. الفرشه اللي بستخدمها هي من سيجما E25. بعدين ستيب دي اوبشنال، اخدت بلو فليم من ماك وهو بيجي زي لون ازرق سباركلينج كده بيلمع باللون دارك بلو. حبيت اضيف حركه اكتر البلاك سموكي التقليدي فحطيته فوق اللون بلاك. حابه تعملي الخطوه دي حابه اعمليها مش حاباها اتس اب تو يو. بعدين الايلاينر هو من NYX، رسمت بيه خط ايلاينر رفيع فوق خط الرموش وما عملتلوش وينج بس خط ايلاينر. نضفت اطراف الاي شادو، قرشة العين من بره خليتها كده تبقى ليها شكل نظيف مسحوب بخط كده. برضو نضفت تحت العين الاي شادو الاسود اللي ممكن يكون واقع. اللاشز هي من هدى بيوتي بالاسم بريدجيت، كتير دراماتيك اللاشز دي ومناسبة للوك ده. واكيد الجلو هو من ارديل. الفونديشن هو من دولتشن جابانا بالرقم 80، والبراش اللي بستخدمها هي من سيجما برضو بالرقم F80.
انا كنت اوريدي حاطه برايمر من بنفيت بروفيشنال، بوزع الفونديشن. وبالبيوتي بلندر بمشي كده فوق الفونديشن بحيث اضمن ان الفونديشن بقى مدموج في البشرة كويس. هستخدم بيور اورانج من ماك كوريكتور، احطه تحت العين حتى يداريلي الدارك سيركلز، لاني اليومين دول بعمل ريجيم وتقيله قوي عندي الدارك سيركلز، فبحاول اني اداريها. بعملها بلند. وهاخد الكونسيلر هو من ماك برونو وير بالرقم NC20، وهحطه تحت العين. برضو هعمل بيه هايلايت بسيط للوش، برضو بالبيوتي بلندر بعمله بلند. الباودر هي من جيور بالرقم 20، ولو هستخدم السيجما F20. بحبها خالص الباودر دي، ان هي ناعمة خالص على البشرة ومناسبة لبشرته مجافة. لثبت تحت العين هستخدم الباودر دي من تو فيس. حقيقة هي ملهاش لا اسم ولا رقم، بس مناسبة جدا لتحت العين، بيرفكت يعني، خفيفة خالص خالص. هستخدم السيجما F35. ماسكارا هي من ريميل بالاسم سكاندال ايز، هدمج بيها رموشي مع الرموش الصناعية. بعدين هرجع اخلص مكياج العين. هرسم تحت العين بلون بني اللي هو من 357 من انجلت اللي استخدمته قبل كده، وبالفرشة اللي هي F20 هضلل بس تحت العين، يعني حبة شوية تحت العين يبقى الدنيا هادية، مش هتقل تحت العين. اخد وقتي واعمله بلند كويس. بعدين بفلات براش زي دي اللي هي من سيجما رقمها E15 هرجع اخد البلاك اوت من نيكد 2، وكل اللي هعمله اني همشي بيه خط رفيع تحت خط الرمش، لا اكتر. بحيث يبرز لي رموشي من تحت شويه. بعدين بعملهم بلند. بعدين اخدت القلم ازرق ده من كاجي، برضو حبيت اضيف حركة اكتر للبلاك سموكي، اني احط كحل ازرق بدل كحل اسود. فبرضو الستيب دي اوبشن، حابه تحطي كحل اسود حطي، حابه تغيري في البلاك سموكي حطي ازرق او حطي اللون انت تحبيه. هعمل كونتور. استخدمت الباليت دي من تو فيس، والبراش اللي بستخدمها هي من سماش بوكس. بحط بيها الكونتور فين انا عايزه احط الكونتور، وبعدين بعمله بلين. برضو هعمل كونتور للمناخير.
بعمل بلند. وبالتبرد براش دي من سيجما بعمل بلند للكونتور حطيته على وشي. البلاش اللي استخدمته هو جورجس بلاش، حقيقي جميل جدا، لونه هادي، من The Body Shop برقم 7. والبلاش براش هي من سيجما بالرقم F10. الهايلايت هو من انجلوت بالاسم سباركلينج داست برقم 2. والفرشة هي فان براش من مكياجي. الليب لاينر اكيد ماي فيفورت وان هو من ماك بالاسم سبايس، حالم بيه شفايفي. والليبستيك برضو من ماك باللون بيج فاتح، هحطه فوق القلم اللي حطيته. That's it المكياج النهارده. يا رب يكون عجبكم، وكومنت قولولي ايه رايكم فيه، ايه حابين اعمل لكم في الفيديوهات الجايه، حابين حاجات هاديه، حابين حاجات اكتر دراماتيك، مناسبات. متنسوش كمان تعملوا سبسكرايب، و see you in my next videos. Bye.